تخيل جسمك زي النبات، لو ما خدش مية كفاية بيدبل من جوه وانت حتى مش واخد بالك. النهاردة هقولك سر بسيط يخليك تحافظ على طاقتك وبشرتك وصحتك، والمفتاح كله في المية. بس قبل ما نبدأ اضغط اشتراك وفعل الجرس وتابع معايا لآخر الفيديو عشان تعرف أسرار كتير هتغير صحتك للأفضل. المية بتشكل حوالي 60% من جسمك، ومع ذلك معظم الناس بيشربوا أقل بكتير من احتياجاتهم. النهاردة هتعرف الكمية الصح اللي جسمك محتاجها، والعلامات اللي بتقولك إنك بدأت تجف، وفوائد المية اللي هتخليك تعيد التفكير من تاني. القاعدة المشهورة هي 8 أكواب في اليوم، لكن الحقيقة إن الكمية الصح بتختلف على حسب وزنك، نشاطك، والجو اللي حواليك. الطريقة الأسهل: احسب 35 ملي لكل كيلو من وزنك. يعني لو وزنك 70 كيلو، 70 في 35 2.5 لتر مية. الرياضيين بيحتاجوا أكتر، وكمان الحوامل والمرضعات. لو حسيت بالعطش اعرف انك اتأخرت. العلامات اللي تسبق العطش: لون البول اصفر غامق، جفاف الفم والشفايف، صداع او تعب بدون سبب. ولو الجفاف شديد ممكن تحس بدوخة او تشنجات عضلية. المية مش بس بتروي عطشك، هي اللي بتنقل الغذاء لكل خلية في جسمك، بتطرد السموم، بتحافظ على جسمك وحرارته، وبتخلي بشرتك نضرة وشابة، وبتساعدك على الهضم وتمنع الإمساك، وتحمي كليتك، وبتقلل فرص تكون الحصوات. اشرب كوب مية أول ما تصحى من النوم، وضيف شرايح ليمون أو خيار لو زهقت من الطعم العادي، واشرب قبل الوجبات لتنشيط الهضم. المية هي سر الحياة، وجسمك بيشكرك على كل شربة بتشربها. جرب النهاردة تزود استهلاكك، وهتحس بالفرق في الطاقة والمزاج وحتى في بشرتك. لو استفدت من الفيديو دوس لايك واشترك في القناة وفعل الجرس عشان توصلك نصايحنا الصحية أول بأول. شكرا إنك كملت الفيديو للآخر. لو وصلت للنقطة دي يبقى المحتوى عجبك واستفدت منه. عشان كده ما تسيبش الفايدة تقف عندك، اضغط لايك وشارك الفيديو مع أصحابك، واشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد أول ما ينزل. عندنا هنا محتوى متجدد هيساعدك تطور حياتك خطوة بخطوة. كمل مشاهدة باقي الفيديوهات، لأن كل فيديو فيهم مكمل للتاني، وهتلاقي فيه معلومات وأسرار هتفرق معاك جدا. مستنياك في الفيديو الجاي.